القصه ديالي بدات من نهار كنت ناعسه في بيتي اللي كاريه فيه، وكنت كاريه في واحد الدار كارين فيها غير الطالبات بحالي، وكل وحده داخله سوق راسها. مرة تلقى وحده خاشيه راسها في البوليكوبات وكتقرا، مرة تشوف وحده كتبكي على النقاط ديالها، مرة تلقى شي وحده كتهضر مع صاحبها في التليفون واملي كتبغي تسالي معاه الهضره تقول ليه يلا نخليك دابا انا غنمشي نقرا، وهي ما عمرها هزات كتاب من رمضان اللي فات. اما انا كنقرا في العام الثالث ديالي في لافاك، والحمد لله غادا مزيان في قرايتي. الماده اللي ما كنتش كندخلها في الدوره العاديه كنت كنشدها وكنقراها مزيان وتنريشها من جميع النواحي، وكنت كنسهر عليها كاع الليل، كندير عليها لا نوي بلونش، وكنجيب فيها نقطه مزيانه في الراتراباج. انا ماشي ذكيه ولا مجتهده، ولكن كنت كنحارب على ودية النقاط. المهم كنت مجبده فوق ناموسيتي هازه التليفون وبقيت كندور في الفيسبوك، نطلع ونهبط نطلع ونهبط، حتى طلع ليا واحد نوتيفيكاسيون: حاجي بورنجا فوز انفويي اون انفيتاسيون. قلت مع راسي شكون هذا؟ دخلت البروفيل ديالو، اول حاجه شفتها هي التصويره ديال البروفيل ديالو. قلت الله 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 الله، اش هاد الزين، اش هاد الطبوقيصه. بقيت كنزوميها ونصغرها ونعاود نزوميها تاني. من بعد مشيت للتصاور ديالو الاخرين تنشوفهم وتنقول واش بصح بنادم ولا فوتوشوب هذا؟ واش بصح راجل ولا مالك هذا؟ السيد زوين ونقي وتيلبس مزيان، والتصاور ديالو كاملين باين عليهم بلي تيدير فيهم جهدو باش يخرجوا مزيانين، تا ولاو تيبانوا بحال مصورين بايفون اخر ما كاين فيه، ماشي بحال شي واحد اللي تيزربوا على التصاور وتيصوروا فين ما كاينين وتيخرجوا لهم التصاور بحال مصورين بنوكيا بيل. المهم من بعد ما شفت تصاورو كاملين وعجبوني مشيت نقرا المعلومات ديالو. لقيتو كتب في المعلومات باللي تيقرا ماستر في نفس التخصص اللي كنقرا فيه انا. ديك الساعه عينيا برقوا بحال النجوم كتار في السماء، وقلت اوه ماستر في نفس التخصص. انا ما بقيتش كنشوفو كراجل، وليت كنشوفو البنك ديال المعلومات اللي غادي نحتاج في قرايتي باش نشد الاجازه باحسن نقطه ونكمل حتى انا في الماستر. كنشوفوه هو المكتبه ديالتي، وليت كنشوفوه غير بي دي اف ماشي بنادم. وتنقول في خاطري دابا هذا تيقرا ماستر في نفس التخصص اللي كنقرا، اكيد غادي يعاوني بزاف في قرايتي، وغنولي دافعه حتى انا ماستر بحالو، غيولي صيفط لي الدروس والتمارين والامتحانات اللي غيعاونوني في قرايتي. صافي قبلت لانفيتاسيون ديالتو، باقي ما كملت حتى 10 دقائق حتى جا الميساج من عنده. صيفط ليا السلام عليكم، صيفط لي وعليكم السلام، وبدينا الهضره. عرفني براسو وعرفت باللي عنده 24 عام، وعرفتو على راسي، كتبت ليه انا سميتي لميا عندي 21 عام وكاريه بعيد على الدار وكنقرا في نفس التخصص. وكتب ليا او مرحبا بالزميله ديالي في التخصص، ولكن بما انني فايتك شويه في النيفو، اي حاجه خاصاتك قوليها ليا بلا ما تحشمي وغنصيفطها ليك. بغيتي الامتحانات غنصيفطهم لك او بالتصحيح ديالهم مازال، بغيتي الدروس اللي غتفهمي فيهم كلشي بالتفاصيل نصيفطهم لك، بغيتي التمارين زوينين واللي ممكن يحطوا لكم الاساتذه ديالكم في الامتحانات حتى هما كاينين او بالتصحيح ديالهم، ولا ما فهمتيش شي حاجه صيفطها لي وغنشرحها لك. عجبني الحال بزاف وتحلو عينيا ومناخيري وفمي ودنيا. بقيت كنتسنى غير يقول لي بغيتي نجي ندوز الامتحان بلاصتك، مرحبا نجي ندوزو لك في بلاصتك. صافي جاوبتو الله يرحم لك الوالدين بارك الله فيك ما عمري غنسى خيرك. صافي ولينا كنهضروا ساعات، حيت كل مره تنحتاجو في شي تخربيقه في قرايتي. مره كيصيفط التمارين، مره يصيفط الملخصات، مره الدروس، مره الامتحانات، مره التصحيح ديال شي لعيبات، حتى وليت كنحس بلي الاستاذ ديالي الحقيقي هو حجيب ماشي دوك الاساتذه اللي تيقريوني في لافاك. النهار كامل وحنا هي في الميساجات، وانا كل مره شنو كنطلب منه: عافاك واش عندك الامتحان ديال ماده كذا وكذا ديال 2018؟ وهو تيجاوب عندي. واحد شويه تاني كنطلب منه: واش عندك تلخيص ديال الشابتر كذا وكذا وكذا؟ هو تيجاوبني عندي. ونعاود نصيفط ليه تاني: واش عندك تمارين في موديول كذا وكذا وكذا؟ وهو تيجاوبني عندي. كلشي عنده. صافي دزت ايام ودزت اسابيع حتى بدينا كنولفوا بعضياتنا. كي نفيق في الصباح تلقى الميساج ديالو: صباح الخير،
وفي الليل يصيفط ليا تصبحي على خير، وفي النهار يصيفط ليا كيدوز حتى الحصص ديالك في لافاك. شويه بشويه شويه بشويه حتى ولات هضرتنا ماشي غير على القرايه، مره على الحياه، مره على العائله، مره على الطموحات، مره على المستقبل، حتى ولفنا بعضياتنا بالمعقول. ولفتو لدرجه دخل ليا مع العظام وعشش ليا في الروح. غير كنلقى الميساج ديالو كنبتسم بوحدي حتى كتبان ليا درست العقل. كندير ديك الابتسامه ديال الراس المشوط، البكيه ديال سناني كلها تتبان. حتى لواحد النهار من ياما سيدي ربي كتب ليا: ايوا واش ما بغيتيش نتلاقاو شي نهار ونهضروا مباشره في الواقع؟ ديك الساعه حسيت بقلبي تحرك من بلاصتو، عمرو تحرك بحال هكاك، حسيت بيه بحال دار شقلابه. هي هذيك جاوبتو قلت ليه واخا، وانا في خاطري تنقول يا ربي واش بصح نيت غنشوفو. صافي حطيت التليفون وهزيتو تاني وعاودت حطيتو وهزيتو، كنعاود نشوف الميساج ديالو كل 2 دقائق تنعاود نشوفو تاني باش نتاكد ياك ما نكون غير كنحلم ملي قال لي نتلاقاو، ولا ياك ما بغى يصيفطو لشي وحده اخرى وصيفطو ليا انا بالغلط. ولكن راه بصح قال لي نتلاقاو، الميساج هو هذاك كيما قريتو، ماشي كنحلم، وصيفطو ليا انا ماشي شي وحده اخرى. صافي قلت مع راسي الله يهدي كلامي، راه غتلاقي غير مع حجيب ماشي مع ترامب ولا ايلون ماسك. العقل ديالي تيقول حاجه والقلب ديالي تيقول حاجه اخرى. العقل ديالي تيقول لقاء عادي ماشي شي حاجه، القلب ديالي تيقول لا هذا لقاء سبيسيال. العقل كيقول لي راه غير بنادم عادي هذاك اللي غتشوفي، وقلبي تيقول ما يمكنش غتلاقى مع حجيب، راجل زوين وقاري وفايتني في النيفو، الراجل اللي غادي يعاونني تندخل الماستر. صافي اتفقنا اننا نتلاقاو نهار الحد. كان بقات ليه مازال 6 ايام وانا بديت كنوجد ليه كي قالها ليا. كل نهار شنو كنوجد؟ نهار اللي درت فيه لاصير، نهار اللي درت فيه الكوماج او الماسك وحيدت فيه لي بوين، نهار اللي حيدت فيه المستاج، نهار اللي درت فيه الماسك لشعري، نهار اللي مشيت فيه للحمام، نهار اللي موراه مشيت عاودت درت تاني الحمام حيت حسيت بلي الحمام الاول ما قنعنيش. لدرجه البنات اللي كاريين معايا في الدار بداو تيشكوا فيا. وحده سولاتني لمياء ياك ما غادي تخطبي؟ الاخرى قالت لا 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 هذه يمكن غادي دير العرس ماشي الخطبه. جاوبتهم لا يا البنات هذا غير موعد مهم. وهما يجاوبوني هاي 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 شكون هاد مولاي السلطان اللي غتلاقاي؟ قلت لهم حتى يدوز بعدا هاد الموعد وغنعاود لكم كل شيء. ايوا حتى هما ما خلاو ما داروا من جهدهم مساكن، كاع اللي عندها شي لبسه شي اكسسوار شي صاك شي حاجه زوينه تعطيها ليا. ها اللي عطاتني المكانه، ها اللي عطاتني الجاكيطه، ها اللي عطاتني الصاك، ها اللي عطاتني الصايه، ها اللي عطاتني الطالون، حتى قدينا الاوتفيت اللي غنخرج به داك النهار الحد. صافي جا نهار الحد وفقت بكري، واخا حنا اصلا اتفقنا على 4 العشيه، ولكن فقت مع 7 الصباح وبقيت كنوجد راسي من 7 الصباح. حتى اللي عندهم الصوت نص ديال الدكتوره مع 10 ديال الصباح ما غيفيقوش في داك الوقت اللي فقت فيه انا. المهم بقيت كنوجد وكل مره نشوف المكانه، لقيت 11 ونعاود تاني نشوف تلقى 12 ونشوفها المره الثالثه تلقى الوحده، حتى وليت كنشك بلي المكانه كتوقف بعض المرات وترجع تاني تخدم. تقربت توصل 4 خرجت وبقيت غادا كنتمشى ديريكت جهه الكافي الطريق كلها وانا كنراجع شنو غنقول ليه. الا قال لي مثلا كيف دايره نقول ليه مزيان، الا سولني على القرايه نقول ليه مزيان، الا ضحك نضحك، والا عطس نعطس حتى انا. وفي حالتي الا ما غتبغيش تخرج ليا هاد العطسه واش نطلبو يعاود يعطس تاني؟ هي هذيك توصلت الكافي، وقفت جنب الشانطي وبقيت كنتسناه يجي. كنتسنى 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه ساعه، حتى وليت كنشوف اي حاجه كدوز في الشانطي تنقول ياك ما هو داز الطوموبيل ياك ما هو داز الطاكسي ياك ما هو مول جافيل ياك ما هو، حتى تيبان ليا واحد الموطور جاي راكب فيه واحد داير كاسك او طبيبيز، وتنقول في خاطري يا ربي ما يكونش هو. ولكن كل ما هو تيقرب تينقص من السرعه وغادي تيقرب لجهتي، وكان فعلا هو. تنقول ويلي زعما يكون غلط غير في هاد الايام لهاد الدرجه، ما يمكنش.
وقف قدامي وحيد الكاسك وسلم عليا، وكان لابس قبيه وكولون ديال الرجال وتقاشر بيضين والصندالات الصباع. جاتني اللبسه ديالته في شكال، ومعاه هو طبيبيز تيبان في دوك الحوايج بحال شريك، ديك الشخصيه اللي اللون ديالها خضر اللي في الرسوم. قلت يمكن خارج بالزربه، داكشي علاش ما لابسش مزيان بحال كيما شفتو في التصاور. ولكن من بعد عرفتو باللي ديما تيلبس بحال هكاك. المهم دخلنا القهوه جلسنا شويه، قال لي بلاتي ندخل الطواليط هاني غنرجع واحد شويه. مشى للطواليط حاشاكم اعزكم الله، وبدا كيدير الاصوات بحال وانا جالسه في الطابله وكنسمع هذا الشيء كله تنقول واش هذا بنادم ولا التراكتور؟ لا لا لا, لا ما يمكنش. اش غنعاود دابا البنات اللي كاريين معايا في الدار غيضحكوا عليا، وهما عاطيني احسن ما عندهم في الحوايج والاكسسوارات. كون هي رجيت عنده بالجلابه ديال النمر والبانطوفه وخلات المستاج ديالي هكاك واليدين ورجلين مزغبين، كاع ما يبقى فيا الحال دابا. الصراحه صدمني بزاف. اول حاجه صدمني بالتعطيله اللي تعطل عليا بساعه وهو دار معايا 4 وما جات حتى ل5. وصدمني تاني باللبسه اللي جا بيها، وصدمني بفصالته، وزاد صدمني دابا بهاد الاصوات اللي كيدير في الطواليط. ياك ما غنزيد نتصدم مازال من بعد ما سلام من الطواليط خرج وجا جلس قدامي بحال ما دار والو. وانا حاولت ندير راسي عاديه نورمال وبديت كنبتسم. هي ايوا كي دايره حاجب لاباس عليك؟ قال لي لاباس وانتي؟ قلت ليه بخير. شويه بدا كيعلق على الجسم ديالي وقال لي كتباني لي رقيقه بزاف. قلت ليه ها واخا رقيقه ولكن الوزن ديالي صحي بالنسبه ليا وما عندي حتى مشكل في صحتي الحمد لله، وانا مرتاحه مع راسي هكا. وهو يسولني واش تغديتي؟ قلت ليه تغديت قبل ما نخرج من الدار. قال لي محال واش كتاكلي مزيان انتي؟ وهو عيط على السرباي وطلب منه 2 عواصر ديال لافوكا وبزاف ديال الحلويات. طلب منه الكرواسا، الكيك، بسبوسه، الشنيك، حلوات لاكريم وحلاوي اخرين ما عرفت سمياتهم. قلت ليه لا 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 لا, لا. بلا ما تاخذ لي هذا الشيء كامله، راني مغديه مزيان وما غنقدرش ناكل هذا الشيء كامله. ولكن هو بقى مصر وتيقول لي خاصك تاكلي كتر باش ما تبقيش رقيقه هكا. وليت تنقول في خاطري واش هذا جاي يتلاقى بيا ولا جا باش يعلفني كي المعزه؟ تصدمت وما عرفت اش ندير وما فهمش واش هذا التصرف اللي دار معايا زوين ولا خايب، واش عادي تدخل ليا في صحتي ولا لا. انا ما كرهش نقول ليه راه انت اللي خصك دير ريجيم حيت فصلتك كتبان بحال هادوك اللي تيلعبوا السومو. ولكن قلت نبقى ساكته حسن ليا على قبل نشد ليسونس ديالي بنقطه زوينه وندخل بها للماستر. ايوا جاب لينا السرباي داك الشيء كامل، بقيت كناكل وحتى هو تياكل وما تيهضرش. هز التليفون وبقى خاشي فيه راسو وما تيتحركش بحال ما كاينه كاع معاه في الطبله. بقى لاصق في التليفون وتيصيفط في الميساجات وانا جالسه قدامه بحال شي صنم. قلت مع راسي نسولو واش شي قرايه هذيك ديال الماستر ولا شنو، غير باش نهرس داك الصمت. وانا نقول تاني مع راسي اش دخلني نركز غير في ماكلتي بركه عليا. بقى الوقت كله هو غير تيتكونيكطا في التليفون ديالو وما هضرش معايا نهائيا. تسلم اكلته وهز الكاس ديالو حيد منه داك الباي ودارو في فمو ديريكت وبدا تيشرب قلط. دار فيه 4 شغيمات وسالاه بحال كيما تيشربوا البعير، وهز واحد الكلينكس وبدا تيمسح به فمو. وهنا فين غنتصدم، تصدمت ملي شفت يدو ملي كان تيمسح بها فمو. شفت باللي عنده صبع زايد، عنده 6 صبعان في يدو. وهو يقول الحمد لله، وبقى تيشوف فيا وتيحدق فيا بعينيه. لقاني مازال تناكل حتى العصير ديالي يلا شربت فيه الربع ديالو. وهو يقول لي اش هاد الماكله عندك؟ ما حق لك انت ضعيفه ورقيقه بحال هكا. هز الشنيك وخشيه فمك كامل ودوزيه بالكاس ديال العصير دغيا. قلت ليه انا فمي صغير ما يقدرش ياكل الشنيك كاملو. وهو يقول لي حلي فمك نشوف. وانا نحليه فمي من نيتي كي الكلبه تقول لي هاو 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 هاو، نقول لك نعم. حليت ليه فمي
وهو يشوف فيه وقال لي لا لا، فمك تحطي فيه الدلاحه يهزها ماشي غير الشنيك، كملي ماكلتك دغيا وبركه من الشيكي. وحيت انا كلبه تيقتو هزيت داك الشنيك وبقيت كندخلو كندفعو بزوج يديا باش يدخل كامل في فمي، وبديت كنمضغ فيه وتنمضغ بواحد الصعوبه، وهزيت كاس ديال العصير وتنشرب فيه شويه بشويه باش يرطب ليا الشنيك ويتمضغ دغيا. هو يغوت حيدي داك التيو، زعما الباي، حيدي داك التيو شربي العصير كاين الناس بالنسبه ليه هما البعير، اما الناس الطبيعيين تيجوه فيهم الشيكي. صافي حيدت الباي بكل الاراده ديالتي وشربت العصير كما شربو هو. حسيت براسي ديك الساعه دايره كي الجمل ملي شربت العصير بديك الطريقه قدامه وحدا الناس، حيت القهوه كانت عامره بالناس. ساليت ماكلتي وهو يبتسم وقال لي دابا عجبتيني، غتبقاي ديما تاكلي بحال هكا من هنا للشهر، غنشوف الغيزولطا، نشوفك واش تزاديتي في الوزن واش غلاضيتي ولا لا. انا الصراحه ديك الساعه تخربقت بزاف وما عرفتش باش حسيت. في الاول كان تيبان لي داك الشيء اللي تيدير ماشي هو هذاك، ما عجبنيش، ولكن من بعد ملي تحرك فيا الدم ديال تاك البيت جاني بحال الا هو اللي عنده الصح في داك الشيء اللي تيقول واللي تيدير. حسيت براسي واكله عليه راس الحمار. واحد الدل كان فيا ملي تلاقيته ما عمرو كان فيا. ايوا واحد شويه هو يخشي صبعو في مناخرو وجبد واحد الخنونه يابسه وبدا كيسوسها في الارض وتيقول لي اش بان لك المره الجايه نخرجوا في الصباح نمشيو نعوموا في البحر وفي العشيه ندوزو للسينما. تصدمت ملي قال لي نمشيو للبحر والسينما، حسيت بيه بحال زرب عليا وتخلعت. بقيت كنفكر ومن بعد شويه قلت ليه الصراحه ما عرفش، ولكن نشوف على حسب البروغرام ديالي. قال لي اش من بروغرام عندك؟ شوفي الا عطاوك الاساتذه شي حاجه تقديها ولا تخدميها صيفطيها ليا، انا غنقاد لك كلشي، انت ما تهزيش الهم لداك الشيء وما تعذبيش راسك، انا غنخدم لك كلشي وغنصيفطو لك واجد. قلت ليه بارك الله فيك شكرا بزاف. وهو يعاود يسولني ايه واش بان لك، واش تبغي نمشيو هاد لحد البحر والسينما؟ قلت ليه واخا نمشيو وقت ما بغيتي. قال لي هو عاجبو الحال، اييه وكلشي على حسابي كلشي على حسابي. صافي من بعد هذا الحوار رجعنا في حالنا، هو هز موطورو ومشى وانا رجعت للدار. دخلت وهما يوقفوا عليا البنات، كيف داز الموعد، فين مشيتو، اش شريتو، كيف جاك، واش زوين، ما درتوش التصاور، عاودي لينا. كل وحده فين تتسول، والحمد لله ملي ما درناش التصاور. اما كون شافوه بداك اللبس اللي جابيه الموعد غيتصدموا، ويلي لابس بحال دوك اللي تيقولوا ليهم المريول المهبول. وكون سمعوا دوك الاصوات اللي كيدير في الطواليط غيقولوا لي هربي، ولكن ما قلتش ليهم والو. وعاودت ليهم هير باللي جلسنا في الكافي وهضرنا شي شويه وجبت لهم التصاور اللي داير هو في الفيسبوك ديالو، يعني دوك التصاور اللي تيقت انا في الاول باللي داير بحالهم. وما يقولوا لي تبارك الله زوين. قلت لهم مع راسي حتى انا هكا كنت كنقول في الاول حتى شفتو جاي لابس القشر بيض نص نضالات الصباح. ومن بعد قلت لهم باللي راه عرض عليا نخرجوا نهار لحد البحر والسينما، وهما يتصدموا وبقاو تيبرقوا عينيهم في بعضياتهم وقالوا لي ويلا صاحبتي زرب عليك، ياك ما ناوي يدير معاك شي حاجه خايبه، وراه ملي قال لك تمشيو تعوموا في البحر يعني هذا بغى يشوفك لابسه دو بياس، وعلاش قال لك تمشيو للسينما اذا هذا ناوي على خزيت. كل وحده فين تهضر. المهم بقينا قولانا قنتي قولانا قنتي قولانا قنتي، وفي الاخر قالوا لي شوفي خاصك ديري معاه الحدود باش يفهم راسو، قولي ليه انا كنعوم بالبوركيني، وملي تمشيو للسينما ما تخليهش يعزلك في شي بلاصه بعيده على الناس، سبقيه انتي وجلسي في الكراسي اللي عامرين بالناس. عجباتني الفكره ديالتهم وقلت لهم صافي هذا الشيء اللي غندير. هي هذيك مشيت لبيتي وبديت كنهضر معاه تاني في التليفون وجبت معايا الموضوع ديال الخرجه الثانيه اللي غنديرو المره الجايه، وبقى يعاود ليا هير على البروغرام ديال الخرجه كيف غيكون، وكل مره تيوصيني فهضرتو على الماكله تيقول لي خاصك تاكلي مزيان راكي ضعيفه بزاف تما بقيت تاكلي مزيان. ومن بعد قال لي بلي راه غنمشيو في الموطور ديالو غنشدو به الطريق للبحر ومن بعد غنمشيو للسينما.
وقال لي خاصك ديري حوايجك اللي غتعومي بهم في شكارتك ودي معاك الفوطه ديالك. هو ملي كان تشرح لي هذا الشيء كاملو انا تفكرت واحد الحاجه، تفكرت باللي غتجيني العاده الشهريه في النهار اللي غنديرو فيه هاد الخرجه هادي، وانا نقول ليه حاجب سمح ليا بزاف ما نقدرش نمشي معاك لهاد الخرجه. وهو يتعصب وتيغوت علاش ياك غير قبيله اتفقتي معايا واش كتضحكي عليا؟ قلت ليه اتفقت معاك فاش كنا في القهوه، ولكن دابا خرج لي بلان اخر وخاصني نقضي هاد الحد. قال لي اش من بلان ولاش من الزعتر، الا كان شي بلان خليه ليا نقضيه ليك، انت دابا خاصك ترتاحي وكلي ماكلتك مزيان باش تكوني موجده راسك الخرجه اللي غنمشيو ليها. ايوا بكثرت داك الدل اللي كان فيا وداك الدم ديال تكلبيت اللي تيدور في عروقي، وافقت وقلت مع راسي ماشي مشكل، غنديه المسائل ديالي اللي غنحتاج وما غاديش ندخل كاملين للبحر، غنبقى نمثل عليه باللي كنعوم وغنبقى غير في ديك الدخيله ديال البحر باش ما نمرضش. ايوا وصل نهار الحد وجدت شكرتي كما قال لي حجيب، درت فيها حوايجي كاملين، الفوطه والبوركيني عطاتو ليا وحده من دوك البنات اللي كاريين معايا في الدار، وخرجت وبقيت كنتسنى في البلاصه اللي قال لي نتسناه فيها. بقيت تنتسنى نص ساعه وانا كنتسنى وهو عاد ما جا، وجاي بنفس ستيل اللي كان جابيه في الاول، هي الالوان اللي مبدلين، وبقى في دوك التقاشر البيضين والصنداله ديال الصبع، هاد جوج الحوايج هما اللي ما بدلش. سلم عليا وعطاني كاسك، واحد الكاسك تيبان فيه باللي واكل العصا بحال الا جايبو من العصر الطباشيري، قديم وفيه واحد الريحه بحال تيباتو عليه البهايم. قال لي هاكي لبسي هاد الكاسك، شديته وما قدرتش نقربو لعندي، بقى لي غير نخشي فيه راسي. وقلت ليه ما بغيتش نلبس هاد الكاسك، ما تيجيش معايا وما تيبغيش يزقى ليا في راسي، وهو حيدو ليا من يدي وعطاني ديالو اللي كان لابس. ولكن المصيبه حتى هذاك اللي كان لابس خانت وعمر بالعرق ديالو، ما لقيت كي ندير ولبستو هكاك وبزز مني وشدينا الطريق ومشينا، والرواح ديال الكاسك هلكوا ليا راسي. توصلنا للبحر، ملي وصلنا نزلنا من الموتور ومشينا ديريكت للطواليطات باش نبدلوا حوايجنا ونلبسوا دوك الحوايج اللي غنعوموا بهم. دخلت انا للطواليطات ديال العيالات، ها اللي كتدوش مورا مساله من العمان، ها اللي تتبدل حوايجها، ها اللي هي جالسه وشدها السخفه ديال الحراره ديال الشمس. انا معاه بغيت نبدل، لقيت الوداد نازله، قلت الله اكبر، ما صبرتي حتى نعوم بعدا غير واحد شويه، شحال هادي ما مشيت للبحر نعوم فيه. هي هذيك قضيت المسائل ديالي ولبست البوركيني وخرجت من الطواليطات ومشيت جلست في واحد البلاصه بعيده شويه على البحر، وكنشوف الناس اللي تيعوموا، وحاجه في وسط منهم كينقز كي الدولفين، كل مره كيطلع وكيهبط وتيغوت وتيشطح. واحد شويه شافني جالسه وهو يخرج من البحر وجا تيجري لعندي وقال لي زيدي تعومي. قلت ليه لا بلاش اخويا حاجب، ما بغيتش نعوم. وهو يجرني بزز واحد الجهد عنده كي التراكتور وتيقول ياك قلت لك هاد الشيء كي ما تبقيش ديريه معايا، ودخلني البحر صحه وانا كنغوت موراه بركه انا غنعوم غير هنا، ما بغيتش ندخل لداخل، راه عندي الفوبيا من البحر الا دخلت ليه بزاف. قال لي دابا نحيد منك ديك الفوبيا. هو عاد ما كيزيد يجرني اكثر لداخل، كل ما كنزيد ندخل اكثر في البحر كنزيد نحس بداك البرد ديالو تيطلع معايا، بقى تيدخلني وانا كنزيد نحس بالندم اكثر ملي جيت معاه، حتى وصل ليا الماء ديال البحر وجهي، وبدا تيوريني في الحركات ديال العومان وتيقول ها انتي ديري بحال هكا، وتندير بحالو وهو يغوت لا ماشي هكا وريتك، انا ما قلتش لك ديري كي الجرانه، ها انتي شوفي رخفي راسك وبديت تحركي يديك بحال هكا، شتي بحال هكا، ماشي تجلسي مقرده وتحركي يديك كالجرانه. وبقيت كنحاول نعوم كيف قال لي كي الكلبه، تنعوم شويه بدا كيشدني الوجع في كرشي، الوجع ديال لي غيقل. قد ما كنزيد نبقى في وسط البحر قد ما كيزيد يتجهد اكثر، حتى ما قدرش نستحملو. انا كنتوجع وحاجب عاجبو الحال تيعوم كي الدولفين، والالم بدا كيتجهد وبدات كتشدني الدوخه
وكنحاول نقاوم راسي حتى جاني الرضان وردت في وسط البحر. الناس تصدموا بداو تيقولوا ويلي 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 اش هاد الحاله، ويلي ويلي اش هاد الحاله. كلهم بداو تيبعدوا من جهتي. وحاجب حتى هو ملي شافني في ديك الحاله دار راسو ما تيعرفنيش ومشاو بعاد عليا وغادي تيبعد 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 حتى ما بقى تيبان ليه. جات عندي واحد المراه مسكينه الله يجازيها بالخير قالت لي واش صافا ياك بغيتي نعاونك. قلت ليها بغيت غير نخرج من هنا ونمشي نجلس في الشمس. قالت لي بلاتي نعاونك. شدتني في يديا بزوج وبدات تخرجني شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه تخرجت من البحر وداتني لواحد البلاصه فوق واحد الحجره كبيره. قالت لي جلسي هنا وارتاحي ما تعاوديش تدخلي البحر الا كان تيجيب لك الدوخه، راه الا غرقتي مشيتي فيها غتموتي، راه شحال من واحد مات في البحر وحتى واحد ما سايق ليه الخبار. قلت لها الله يجازيك بالخير عمرني نسى خيرك. قست في ديك الحجره وكل ما جاني الوجع والالم كنرد. شويه مشيت للطواليت باش نبدل داك البوركيني حيت برد عليا بزاف وهير تيزيد يمرضني كتر. بدلته ولبست حوايجي اللي كنت خرجت بهم من الدار ورجعت جلست في بلاصتي. بقيت جالسه ساعه ساعتين 3 سوايع عاد خرج حاجب من البحر وشفتو تيقلب عليا وملي شافني جا لعندي ديريكت وهو يسولني لميا اش كديري هنا علاش ما عمتيش. تصدمت وتنقول واش هذا تضحك عليا ولا شنو. قلت ليه على ما شفتينيش ملي رديت وسط البحر. هو راه كان شافني ولكن نكر باللي شافني. هو يقول لا ما عرفت امتى رديتي، انا كاع ما شفتك. وعلاش رديتي؟ واش بغيتي تردي فطورك اللي كليتي باش تبقي ضعيفه وما تغلاضيش؟ قلت ليه راه قلت لك في الاول باللي عندي الفوبيا من البحر، داكشي علاش شداتني الدوخه ورديت وبغيت نرجع دابا للدار حيت كنحس براسي مريضه. قال لي لا 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 امبوسي ترجعي للدار دابا، ياك اتفقنا نمشيو للسينما نتفرجوا عاد نرجعوا لديورنا. ناري شحال اناني وكرهته ملي ما بغاش يخليني نرجع للدار وما يمكنش ليا نقول ليه راه فيا العاده الشهريه داكشي علاش ما نقدرش نكمل معاك هاد الخرجه. ولكن ما عندي ما ندير، صبرت وتسنيتو حتى بدل حوايجو وقال لي يلا نمشيو نتغداو هو الاول عاد نمشيو للسينما. مشينا ركبنا في الموطور وداني لواحد السناك بلدي شعبي وقديم بزاف وطلب من عندهم الطبسيل ديال اللوبيه بالتقليه. ناري اصلا المزاج ديالي ماشي تلهيه وزيدها باللوبيه والتقليه. وداك السناك حتى هو حالته كنشم فيه الرواح مخلطين، ريحه الزيت ريحه العدس ريحه اللوبيه ريحه الدجاج والارض معلكه بالوسخ ما نقياش والكراسان نص منهم مهرس شادينهم غير بالسلك ديال الحديد وكاينين اللي شادينهم بداك الخيط اللي تيزيروا به البلاطو ديال البيض باش ما يطيحش ويتهرس. حسيت بالدوخه ملي شفت هذا الشيء كله والرواح داروا ليا الهايله في راسي وحسيت تاني بالرضان وبقيت كنقاوم راسي باش ما نردش وصابره لداك الوجع اللي فيا. هي هذيك حطوا لينا الطبسيل والخبز واتاي معاك ضربت فيا ديك الريحه ديال اللوبيه بالتقليه. رديت بلا ما نشعر ورديت لهم في الارض اللي قلت لكم معلكه بالوسخ. حاجب طلع عليه الدم وبدا كيغوت راك عيقتي بهذا الشكل اللي فيك، واش ما كتاكليش اللوبيه في داركم؟ ناض من بلاصتو بغى يسلخني ولكن حبسو داك اللي حط لينا الطبسيل قال ليه نحل الشيطان اخويا بغيتي تضرب اختك حيت ردات راه تقدر تكون مريضه، شوف وجهها شحال صفر على ما كتبانش لك بلي هي مريضه. قال ليه لا ما مريضاش انت اللي مريض، هذه راه فيها العياقه والشيكي وجهها صفر حيت ما كتاكل والو. تصدمت وما رضيتش وبقى فيا الحال بزاف وبديت كنبكي وداك السربيت يهدني في حاجب. ترجع وجلس في بلاصتو وبدا تياكل وتيبزز عليا ناكل وبديت ناكل معاه وماشي لخاطري غير حيت هو بزز عليا بالغوات وتيقول كل القلم الرصاص المسمار الهند الا وقفتي ما نعرفو قدامك من اللور. شنو كنتي باغا تاكلي؟ كنتي عواله على البيتزا ولا السوشي؟ هاد العياقه اللي فيك وهاد الشيكه هما اللي خرجوا عليك. انا ما بقيتش كنجاوبو حيت الا جاوبتو يقدر يشدني ويسلخني كي الكلبه وما كرهتش نهز شكارتي ونخرج ونشد الطاكسي حتى للدار ولكن ما عندي جهد
حسيت براسي فاشله وما قديت نتمشى من الطبله حتى للباب، حيت الوجع طيح ليا كاع طاقتي وجهدي. وصبرت وكليت شي حاجه من ديك اللوبيه. هو تيشد خبزه وتيقطع النص ديالها ويعمرها باللوبيه والتقليه ويخشف وجهه، الزطمط الزطمط الزطمط، تكمل داك التوصيل كامل والحسو. ومن بعد دار واحد التقريعه تسمعها من واشنطن، ما عرفتها واش تقريعه ولا الساعه اللي غتقوم وغيبدا يوم القيامه. صافي هي هذيك ملي سالا قال لي زيدي قدامي وتسنيني حدا الباب بما نخلص لهاد القرد الغدا اللي خدينا من عنده. وانا كالحماره نط من الكرسي ديالي ومشيت تسنيتو حدا الباب تخلص وركبت معاه في الموطور وغادي ديريكت للسينما. حتى وصلنا السينما وقطع 2 التيكيتات. تفكرت الهضره اللي قالوا لي البنات ملي كانوا تيوصاوني، قالوا لي سبقيه وما تخليش يعزلك في شي بلاصه اللي خاليه من المتفرجين وسيري جلسي في الصف اللي عامر بالناس. انا ملي تفكرت هاد الهضره حنا كنا مازال واقفين تتسناو يحلوا لينا الباب ديال السينما باش ندخلوا نجلسوا في الكراسه. مع وصل الوقت اللي غيبدا فيه الفيلم حلوا لينا الباب، دخلنا وبقينا غاديين. شويه تيبانوا لي الناس تيعمروا في واحد الصف. مشيت سبقت حاجب باش نمشي نجلس في داك الصف، وهو يشدني من شعري قال لي فين غادا؟ ياك ما بغيتي تجلسي بوحدك بعيده عليا؟ قلت ليه طلق مني، اش هاد الشي كدير؟ انا غير باغا نشد بلايص ديالنا. قال لي رجلك حدا رجلي، ما تبقيش تحنقزي بزاف كي تقليت، انا اللي عارف فين غنجلسوا انا وياك وغتجلسي حدايا وما غاديش تبعدي عليا. حسيت براسي غير ضايعه معاه وما فهمتش مالي طيحت الدل على راسي لهاد الدرجه، وطيحت من قيمتي معاه. مشى وداني لواحد الصف ما جالس فيه حد وبعيد على الناس، وجلست حداه. بدا الفيلم في السينما وانا مازال شدني الوجع. هو جلس كيتفرج وكل مره تيحزق، كيطلق شي اصوات، شي روايح، ما عرفت واش عنده المصران ولا الشاكمه. وفهمت باللي هو ماشي باغي يبعد على الناس باش يدير داكشي اللي في بالكم وفي بال البنات اللي كارهين معايا، ولكن باغي يبعد حيت باغي ياخذ راحته في الحزق ويحزق كما بغى. وعرفت باللي هو تيبغي يخرج معايا ماشي حيت باغي يعيش الحب ولا داكشي اللي في بالكم، وانما باغي يمارس عليا النرجسيه اللي فيه، باغي يتحكم فيا كيف بغى ونكون انا هي المدلوله ديالته. بقى تيحزق ويحزق ويحزق حتى قهرني بديك الريحه. ومعاه هو يلا هضر بالطبسيل ديال اللوبيه، ديك الريحه اللي كتخرج من الشاكمه ديالته خانزه لواحد الدرجه لا توصف، وتيخرج شي اصوات لدرجه ما بقيتش كنميز بين الاصوات اللي تيخرجوا منه والاصوات ديال المؤثرات الصوتيه ديال الفيلم. وبقيت كنسدني فيه بصباعي حتى كنحس بالخنقه ونحيدهم، وكيدخلوا دوك الروايح ديالو النيفي ويطلعوا ويتغلغلوا في راسي. تادخت وعفتو وجاب ليا رطان، ورجعت تاني كنرد في بلاصتي في السينما. هو شافني تنرد وما دار حتى شي ردة فعل وما ديهاش فيا، دارني كالكلبه قاعده حداه. سالا الفيلم، خرجنا وهزني في الموتور ديالو. انا بقيت غير كنتسنى امتى يحطني قريبه للدار، بغيت غير ندخل للدار ونتهنى منه، ولكن ما دانيش للدار. مشى ديريكت الكافي اللي حدا لافاك اللي كنا مشينا ليه هذيك المره الاولى. قلت ليه علاش جيتي للقهوه؟ قال لي باش ناكلوا الكاسكروت. انت بعدا بهاد الفصال اللي عندك خاصك تبقي تضربي 2 فطورات، والغدا والكاسكروت والعشاء، وفي كل وجبه خاصك تاكلي فيها حتى توصل لك الماكله ودنيك، باش يلا تكون عندك فصاله ديال البنات ماشي فصاله مسمار الهند. تصدمت وما عجبنيش الحال، وليت كنفكر في طريقه الهروب حيت لافاك قريبه ليا شي شويه للدار. صافي هو كيف العاده كيدخل القهوه، شدينا البلاصه اللي غادي نريحوا فيها ومشى هو ديريكت للطواليط، وتيدير فيها عاوتاني دوك الاصوات ديال التراكتور. انا كنت باغا نهرب ديك الساعه، ولكن بان ليا بصدامو نساه في الطبله. ملي مشى للطواليط هزيتو قلبتو لقيت فيه لاكارت ناسيونال ديالتو. تصدمت وتخلعت وخرجوا لي عيني حتى تحطوا فوق حنوكي. سميتو ماشي هي حاجب، سميتو الهاشمي، والعمر ديالو ماشي هو 24 عام، فعمرو 35 عام.
ما عرفت باش تبليت. شفت الصوره اللي كاينه في لاكارت، لقيت فيها كمارتو، يعني ماشي لاكارت ديال شي واحد اخر، هذيك لاكارت ديالتو هذيك. عرفت باللي داير فيا لعبه ديالتو وبغى يلعب بيا كيف بغى. حسيت براسي دايره كي الكامبو، كنتيق كل شيء. صافي خرج من الطواليط وجا جلس قدامي. انا ديك الساعه يلاه جمعت بصدامو وحطيتو في بلاصتو. قلت ليه حجيب غنمشي حتى انا للطواليط نغسل يديا ونرجع دغيا. قال لي واخا وما تعطليش. مشيت للطواليط ولمحت للسرباي بيدي باش يجي لعندي. فعلا جا لعندي وقلت ليه انا نعطيك اللي بغيتي، عافا كيما كب على حوايجي اي حاجه عندكم، اتاي ولا قهوه ولا عصير اللي عندكم كبوا ليا في حوايجي. قال لي ولكن ما يمكنش ليا ندير لك هذا الشيء الانسه، انت كليون ديالنا وخاصنا نحترموك. انا غنجيب لك الكاس وانت ديري به اللي بغيتي، انا ما يمكنش ليا نكب عليك شي حاجه. قلت ليه اييه حتى هذا نظر، جيب لي اتاي ولا قهوه ولا اللي عندكم تما. صافي جاب لي كاس ديال القهوه، هزيتو وخويتو على حوايجي ورجعت عند حجيب ودرت فيها مصدومه وما عجبنيش الحال. قلت ليه حجيب ما يمكنش توسخوا لي حوايجي بالقهوه. قال لي منين جاتك القهوه وانت كنتي هي في الطواليط؟ ما فهمتش. قلت ليه واحد المراه دات معاها كاس ديال القهوه وحطاتو في جنب لافابو، وكانت تقاد شعرها في المرايه اللي في لافابو، مع بيت انا نغسل يدي قستو وتكب ليا على حوايجي، وانا ما يمكنش لي نبقى بهاد الحاله ونجلس بها معاك في القهوه. بغيت نمشي للدار حيت راه غيضحكوا عليا الناس اللي معنا دابا في القهوه. قال لي انا ما غنخرجش دابا حتى ناكل كاسكروت ديالي، ولا بغيتي انت تمشي في حالك سيري، راه الباب ها هو موراك محلول، ولا بغيتي تجلسي جلسي، راه الكرسي حداك خاوي. ناري على هضره عنده كيف دايره. ما رضيتش، هزيت شكرتي وخرجت وشديت الطريق للدار وطلع ليا الدم، طلع ليا السكر وطلع ليا الطونسيون. بزاف ديال المشاعر حسيت بهم، حسيت بالذل، حسيت بالكره، حسيت بالتحماريت، حسيت بالصدمه. ما رضيتش بديك الحاله اللي حطيت فيها راسي. كنت تنقرا عادي وغدا مع قرايتي مزيان حتى حطيت راسي في هذا الموقف ديال الدل وديال تكلبانيت. وصلت الدار، دخلت، البنات شافوني وبداو تيزغرتو. هلا ميا جات، عاودي لينا كيف داز البحر، واش عمتو، واش شدلك في يديك، واش دارلك شي رومانسيه. هزيت فيهم عينيا وشفتهم فرحانات وضحكات سعداتهم. قلت لهم شد يدي، شد ليا غير الاعصاب. ودخلت لبيتي وخليتهم حيرات وسديت الباب ديال بيتي وهما ما فهموا والو، كل وحده واش تتقول. ياك لاباس، ياك ما دار ليها شي حاجه خايبه، وهي لي مسكينه. صافي خليوها ترتاح حتى تخرج من بيتها ونشوفوها مالها. رميت شكرتي بالجهد فوق الناموسيه وخرج منها البوركينو والفوطه بصدامي، وبقيت كنبكي وكنشهق بالبكا. قست وتنشوف ديك الشكاره وتنشوف داك الشيء اللي خرج منها، بالي البصدام. هزيتو وبديت كنحسب شحال فيه، 50 درهم، 20 درهم، 10 درهم، فين هي 100 درهم. عاودت قلبت وعاودت حسبت، سست البوركيني وسست الفوطه وقلبت شكارتي كلها، ما بانش ليا 100 درهم. قلبت تحت الناموسيه والو ما لقيتهاش. من بعد تفكرت باللي ملي دخلت للطواليط خليت شكارتي في الكرسي ديالي، يعني هو اللي مشى لشكارتي وحلها وسرق ليا ديك 100 درهم. ما رضيتش، دايرني مدلوله وكيتحكم فيا كيف بغا وزايدها مازال بدا شفارط. حتى قرايتي خرج ليا عليها. في الاول كان تيصيفط ليا داكشي اللي خاصني باش نفهم الدروس، ولكن هذيك كانت الخطه ديالته باش يدير فيا اللي بغا ويبرد فيا ديك النرجسيه اللي فيه. حيت في الاخر ولا غير كيضيع ليا وقتي في الهضره الخاويه ويخرجني ويتحكم فيا كيف بغا ويغوت عليا مازال. حتى من داكشي اللي تعطيونا الاساتذه نخدموه تيمشي يخدموا ليا وكنولي ما عارفه حتى اش داكشي اللي عطاوني ولا شنو فيه، بقى ليا غير نقراه ونفهمو. جلست تاني تنبكي ونقول ما بكيتش. شويه جاني واحد الميساج، حليته
لقيتو هو نيت صيفط ليا امتى غنخرجوا عاوتاني. شنا هو نخرجوا؟ انا مازال كنشم ريحه لوبيا في شعري، باقي حتى ما حيدات ليا من حوايجي وتتقول لي نخرجوا عاوتاني. هو يخرج مني واحد الشيطان ودرت النفس هاد المره وكتبت ليه ما كاين لا خروج لا دخول، واش ما كتحشمش؟ اشهد الانانيه اللي فيك، بقيتي تتحزق عليا في السينما، تدوختي ليا البصله السيسائيه بالشكمه ديالتك اللي ما تتحبسش، وغوتي عليا في الصناك، وبزتي عليا ناكل لوبيا وانا مريضه، وفي الاخر شفرتي ليا 100 درهم من شكارتي. وصيفطو ليه دغيا قراه وجاوبني، وصيفط ليا واحد الجواب طول من البحث ديال التخرج ونكر فيه كل شيء. قال لي فيه كيفاش علاش كتجرئي تقولي لي بلي كنغوت عليك؟ انا عمرني غوت عليك وعمرني حزقت في حياتي، انا راه طالب في الماستر وحشوم عليا ندير هاد الشيء، ما عرفت منين جبتي انتي هاد الشيء، انتي ما رضيتيش وجايه كتنقصي مني، انا راه بروفيسيونيل وكنتلاقى غير مع الدكاتره والاساتذه الجامعيين والناس الكبار. غير البارح جلست مع عميد الكليه ديالنا وشربت معاه القهوه، والسيمانه اللي فات تلاقيت مع واحد الاستاذ جامعي تيقرني في الماستر وتيضحك معايا وتيحذرني باش ندير الدكتوراه عنده، ولكن انا ما بغيتش. وتجي انتي امسمار الهند المعوجه تقولي لي تنحزق حداك وسرقت لك 100 درهم. انا 100 درهم واخا تحطيها ليا قدامي كاع ما نشوف فيها، بحال حطيتي ليا غير دبانه قدامي. انتي راه خاصك تشكريني وتبوسي ليا يدي حيت جلستي معايا، ولكن انتي ما كتسوايش باش نتقاسم معاك واخا هي دقيقه من وقتي، حيت انتي غير زبيله. هكا قالها ليا. تصدمت ونقول ما تصدمتش. النيشان بلوكيتو ودار لي واحد العقده نفسيه، مرضني بزاف. من تما عمرني تجرأت نتعارف مع شي واحد كيف ما بغى يكون ولا نخرج معاه. وقت ما صيفط لي شي واحد انفيتاسيون ما تنقراش مازال سميتو وما تنتسوقش لتصاورو وما تنشوفش شحال في عمرو وما تنشوف والو. كنمشي نيشان تندير بلوك، حتى سوبريمي ما كنديرهاش، ورجعت كنركز غير في قرايتي. واخا كنشوف شي بنات معايا في لافاك تيقلبوا على الحب، ولكن انا بغيت غير السلامه العقليه، بغيت نعيش في الهواء النقي، ماشي جلس حدايا شي واحد يبقى يحزق عليا ساعتين كامله. وقت ما شفت شي واحد لابس تقاشر بيضين والصندالات الصباح كنبعد عليه ونقطع الطريق من الجهه الاخرى ونبدا نقرا في ايه الكرسي. دازت شهور وشديت ليسونس ديالي بنقطه مزيانه وخدمت بها الحمد لله. وهكا سالات قصتي مع حجيب ولا الهاشمي ولا مولوبيه ولا متوسطه الصبعان، حتى انا ما عرفت شنو نسميه بالضبط. كنتمنى تاخذوا منها عبره وتضحككم شي شويه.
نسخة